يا مساء الورد والحب عليكم يا حبايب قلبي يا سكريتا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في نعمة وبركة، ودايما قلبكم يبقى مرتاح ومفهوش اي هم خالص. شايفين الفيديو ده على يومين تمام كده؟ شايفين منظر الريسبشن عامل ازاي؟ كان متبهدل خالص وكان في غسيل عايز يتطبق. رحت انا شلت. شايفين الستارة منظرها عامل ازاي؟ ده كده ولسه اول حاجة، ولسه ما حطيتش اي صابون. عايزه اقول لكم الريسبشن كان متبهدل خالص. اول حاجة بقى عملتها شلت السجادة. دي تقيلة، انا هوديها خلاص دراي كلين هما يعملوها. وشلت كل التحف حطيتها في الطبق الكبير علشان خاطر اغسلها. وشلت كل الستاير، وزي ما انا وريتكم كده نقعت حبه حبه كده في البانيو، في البانيو، وكل ما هيبقوا نضاف هاخدهم احطهم في الغساله على طول. انا بحب اغسل كده، يعني بحب انزل منهم الترابه الاول اللي هي زي ما انتوا شفتوها كده، مش ترابه دي سودا. بعد كده بقى بحب اغسلهم على نظافه، بحسهم بينوروا اكتر وبيفضلوا فتره معايا كده، يعني نضاف. تمام. بس ورحت بقى كنست الارض وشلت اي حاجه مش في مكانها علشان خاطر لما اجي يعني اعمل بقى التنظيف العميق الدنيا معايا تبقى رايقه، ما اشيلش من هنا واحط هنا. مسكت اول حاجه بقى الشبابيك كلها عملتها. الشبابيك اللي هو الكبير بصراحه ما عملتوش معاكم. بتبهدل فيه قوي عشان خاطر كبير، فانا عملته بصراحه مع نفسي. بعد كده قلت هوريكم يعني عملت الشباك دوت كده معاكم. للاسف كان نفسي ادلق ميه، بس انا كان تحتيه ناس وكده، فللاسف ما عرفتش ادلدق ميه للشبابيك. فقلت خلاص مش مشكله اعمله بالقماشه وكده. الشبابيك دي مش بعرف اشيلها زي بتاعه اوضه النوم علشان خاطر تقيله قوي. في مره جيت اشيله معرفتش، وكان هيفلت مني، واستنيت لما جوزي جه وركبه تاني وكان موال. فقلت على ايه، خلاص مش مشكله. لكن بتاع اوضه النوم بيبقى خفيف شويه، بعرف اشيله، لكن دول للاسف بيبقوا تقال قوي. بس عايزه اقول لكم كان في كميه تراب. انا عايزه اقول لكم التراب ده كمان بعد ما غسلت، بعد ما عملته بالمكنسه. انتوا متخيلين؟ بس مسكته بقى الصراحه كله كده ايه، اديته الشاور المتين وخلصته. بعد كده رحت شلت كل الفرش بتاع الانتريه، ورحت دي يعني وانا بعمل الشباك كنت شلتهم وحطيتهم الاول في الغساله. تمام. خلصوا. بعد كده بقى هبتدي احط الستاير. تمام. انا بحب فرش الانتريه، بحب اغليه، يعني بحطه اغليه، يعني ما بيحصلهوش اي حاجه خالص. وبحس ان هو بينور معايا وبينضف. خلاص نشرت كده الحاجات، كل الفرش، لاني انا برضو هغسل الانتريه كده غسله محترمه. انا ما كنتش عاملاه الفترات اللي فاتت. انا بصراحه بحب اغسل الانتريه في الصيف اكتر علشان خاطر ينشف بسرعه. تمام. بس نشرت بقى الحاجه وقلت هبتدي الاول بالحيطان. مسكت النيش، نفضته، ومش نفضته لا يعني سوري، مسحته. انا ما بحبش التنفيض. مسحته وعملته بالجلانس وظبطته. وبعد كده رحت بقى مسكت، بصوا الحيطان. المية دي كان فيها جنرال اللي هو بريحة النظافة، وكان فيها كلور، وكان فيها شوية صابون بس مش كتير عشان الرغاوي، يعني شوية صابون اللي هو بتاع المواعين. عايزة اقول لكم لو في اي تراب بيمسحوا مسح حلو قوي وبينظف الحيطة. انا كل الحيطان غسلتها على مرتين. كنت حاسة ان الحيطان شايله كميه تراب ومظلمه، فما كانتش عجباني خالص. اول جردل حطيته اللي هو فيه الجنرال والكلور، وحطيت فيه الصابون. تاني جردل حطيت فيه جنرال بس، وما حطيتش اي حاجه خالص علشان خاطر اللي هو يعني اشطفها. ماشي. بعد كده بقى رحت مسكت الارض. بصوا بقى
لما مسكت الارض، بصوا شايفين كمية الحاجات دي، يعني انا مش عارفة الصراحة، ده كده وبكنسها وايدي فيها. انا عندي بيدخل لي كمية تراب فظيعة يعني، ربنا يرحمنا. لقيت بقى كمية تراب كده، انا بص كنت هعملها بالموب، لقيت كمية تراب بعد بصراحة ما عملتها بالموب، لا حسيت اللي هي مش عجباني. فرحت قلت هعمل ايه بقى، لا ما بدهيش، هي عاملة واحدة وبعد كده هعملها من الموب على طول. رحت بقى مليت جردل ورحت غرقتها كلها، بصوا مليت الجردل ورحت غرقتها كلها بقى، ومسكتها بالمقشة وفضلت ادعك فيها علشان خاطر احس كده براحة نفسية. كده كده الجو كان حر قوي، وبصراحة كنت حاسة بانتعاش، فقلت ايه كده يعني كده احسن لي بكتير. العملة دي مش هعملها كتير، متعبة الصراحة، بس مش هتتعمل كتير. بعد بقى ما عملتها بصابون، رحت عملت جردل تاني فيه مية نظيفة، وبعد كده هروح امسحه بالمساحة. تمام. عايزة اقول لكم هي كده نطفت وبقت زي الفل. ده الركنة اللي هي بتاعة السفرة اللي بحط فيها اللي انا بحط فيها السفرة. تمام. بعد بقى ما خلصت الارض هروح ارجع السفرة، بس طبعا وانا برجع السفرة مسكت الكراسي كلها بجنرال ومسحوق اللي هو بتاع الغسالة الاوتوماتيك. تمام. بس ما بحطش حاجة تانية على القماش بتاع الانتريه والقماش بتاع السفرة، وهمسكها بقى ادعكها. يعني بصوا عملتها كده بالفوطة، علشان احنا ما بنقعدش اصلا الصراحة على السفرة، يعني احنا اصلا قليل قوي قوي لما بناكل على السفرة. وخلصتهم كلهم ورجعت السفرة مكانها. بعد كده بقى رحت جبت في الطبق شوية حطيت شوية برضو جنرال، وحطيت كلور. وبصوا عملت بقى الجزء ده بالمقشة، الجزء ده اللي بيبقى فيه الركن بتاع بنتي بتاع الألعاب، فمش قادرة اقول لكم كان متبهدل ازاي. رحت قلت لا، يعني مش عايز اللي هي الموب الصراحة، عايز يعني ادعكه دعكة كده محترمة بالمقشة. رحت مليت زي ما وريتكم كده شوية مية، ورحت بقى مسكت بقى الجزء كله كده، وبالسقف برضو مسكته وخلصته. بعد ما خلصته رحت قلت امسك الارض كمان بالمرة، ورحت برضو ايه دعكتها. الحركة دي حلوة ليه؟ علشان خاطر اللي هي بحط في الجردل في الطبق الكبير، علشان خاطر ما بتدلدقيش مية كتير. تمام. الفكرة دي الصراحة كانت فكرة ماما، يعني ماما كانت قاعدة عندي وراحت قالت لي الموب مش منضفة الحتة دي كويس. رحت قلت لها راحت قالت لي اعملي 1 2 3، اللي هو حطي طبق وبالمقشة هتلاقيها لمعت معاكي، وفعلا عندها حق. وبعد بقى ما خلصت رحت مسحت الحيطة بالموب علشان خاطر يعني بواقي الصابون، يعني مسحتها بميه عاديه خالص، يعني ما فيهاش اي حاجه غير بس شويه جنرال عشان خاطر الريحه. وبعد كده برضو جيت على الارض برضو لملمت كل الصابون والكلور برضو وخليتها زي الفل. وكنت بقى ايه بخلص ورجع الحاجه مكانها، علشان بس الدنيا بس ايه معايا ما تتعكش يعني. تمام. خلصت بقى كل الحيطان كلها على كده، وكنت بعمل الغدا. عملت فتة شاورما ورز بسمتي وعيش. بصراحة انا ما عملتهاش معاكم علشان خاطر انا عملتها معاكم كتير قوي قوي على القناة، فحسيت بصراحة اللي انتوا زهقتوا مني من كتر ما انا بعمل فتة الشاورما دي، فانا قلت انا هعملها كده مع نفسي. على فكرة انا كنت بقالي كتير قوي ما عملتهاش واتطلبت مني مخصوص، فروحت قلت ايه خلاص هعملها. وهي الحمد لله ما بتاخدش معايا وقت كتير، فقلت كويس الاكله سريعه كده وانا يعني بوض. فكنا خلاص جوعنا بقى، رحت قلت خلاص هاكل بعد كده ابتدي في الانتريه. تمام. انا اصلا كنت خلصت كده، يعني قلت هخلص الحيطان كلها
وخلصت كل التحف وغسلتها وحطيتها على السفرة علشان خاطر تنشف، وخلصت كل حاجة، والحيطة بتاعة التلفزيون كله كله كله. بس انا بصراحة مرضيش اصور معاكم كتير علشان الفيديو ما يطولش وتزهقوا مني للأمانة. بصوا انا يعني ما باكلش كتير، باكل حبة قليلين تمام. بس وخلصت، وهبتدي بقى في الانتري بعد بقى ما اكلت واستريحت بقى الصراحة. رحت بقى مسكت بقى الانتريه بالسبونشة دي. السبونشة دي مخصصة للانتريه بس، ما بعملش بيها اي حاجة تانية غير المفروشات يعني. خلاص مسكت كل جزء كده في الانتريه وبغرقه. عايزة اقول لكم ده كانت الساعة 7 بالليل، كنت اصلا عملت الغدا وجبت دونة من بدري من الحضانة وغديتها، وقعدت كمان معاها شوية ذاكرنا وخلصنا الهومورك بتاعنا. وبعد كده رحت دخلتها في الأوضة هي وماما كده، قلت لهم اقعدوا كده جوه عقبال ما اخلص الانتريه. مسكت الانتريه عايزة اقول لكم فرمته. الكلام ده كانت الساعة 7 او 8 مش فاكرة بأمانة، بس انا اللي فاكراه اللي انا خلصته 10:30 تمام كده. هلكني بس بصراحة مرضتش اسيبه لتاني يوم. قلت لا انا عايزة انجز وعايزة اخلص الشقة كلها قبل عيد ميلادي، عشان انا عيد ميلادي اليومين الجايين. فانا كنت عايزة اخلص الشقة كلها بصراحة. يعني انا مدية تارجت لنفسي اللي انا عايزة ادخل على سنة جديدة والشقة معايا زي ما انا عايزاها. بصوا بقى هنا تاني يوم الصبح تمام، هتلاقوني حتى غيرت هدومي وكل حاجة، اللي هو تاني يوم اللي هو النهاردة الصبح صحيت. شلت المفارش، هي كده كانت نشفت، انا كنت شايلها من بالليل اصلا، ما رضيتش اخليها على الحبل كتير علشان خاطر يعني ايه طالما نشفت ما تتطربش. رحت شلتها، قلت الصبح بقى ان شاء الله اصحى افرش بقى الريسبشن. انا بصراحة بحب اكوي المفارش بتاعه الانتريه. ليه؟ عشان انا بغليها، فلما بتغلي بتكرمش شويه، فانا بحس كده لما بكويها بتدي لمعه حلوه قوي. بصراحه انا متعوده على كده وحلوه قوي، وبتخلي لي كده الانتريه بتاعي لفتره طويله 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 زي الفل ونضيف جدا تمام. بس هكويهم بقى كلهم الصراحه كده. وانا بكوي كان صحيت، كان الجو حر قوي، ف راح جوزي قال لي خلاص انا هعمل لكم الفطار. رحت قلت له يعني يا دلعك. فهو بقى الصراحه دخل هو بقى عمل لنا هو الفطار، وانا كنت عماله اكوي في الحاجات دي. بصوا الحاجات اللي هي محطوطة على السفرة دي كلها مغسولة، انا مسكتها غسلتها بالسبونشة يعني ما خليتش حاجة. عايزة اقول لكم فرمت كل حاجة، مفيش كده حاجة في الريسبشن مش معمولة. حتى النجفة على فكرة نزلتها وغسلتها وظبطتها. بصوا مفيش حاجة في الريسبشن مش معمولة، كل حاجة. اخد معايا كده يعتبر يومين، بس بصراحة النتيجة معايا مرضية جدا جدا جدا. يعني خلاص كده هعمله بعد فترة طويلة قوي العملة دي. بس بعد كده طبعا اللي هي العملة اللي هي الاسبوعية الحاجات. بصوا انا بوريكم هنا الايس كوفي جوزي كان عاملهولي، عايزة اقول لكم كان حلو قوي. شفتوا عملته في الكوباية دي عشان خاطر الكوباية اللي انا قلت لكم عليها بتاعتي اتكسرت. يلا مش مشكلة طبعا اللي هي اتكسرت، نبقى نجيب واحدة غيرها بقى بعدين. هنا بقى بوريكم الفرش بعد ما اتفرش. بصوا شايفين حلو ازاي؟ يعني يا جماعة حبوه معايا. انا كنت مسحت تحت الكنب ومظبطة تحت الكنب ومفيش اي حاجة تمام. وهنا بس بوريكم كل حاجة اللي هي لسه ما رصيتش كل حاجة. فيا دوبك بصوا خلاص كده، دي كده المسحة الاخيرة. همسح بقى كويس قوي. انا للاسف الصابون كتر مني، ف قلت يلا مش مشكله، ما هي كده ايه مسحه كده بالمره.
فرحت دعكتها كده بالموب دعكه حلوه كده، مع ان انا كنت دعكاها امبارح بالمقشه، بس ايه يعني زياده تاكيد الصراحه، فقلت خلاص هعملها كده من الموب عامله حلوه. وبعد كده هدلق الموب واجيب ميه نظيفه اعملها بيها. بس عايزه اقول لكم الريسبشن بامانه تدخلي، انا ولا حطيت معطر ولا حطيت اي حاجه، وريحته لوحدها نظافه. عايزه اقول لكم يعني تعبي يعني لقيته فيه الصراحه. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوطه جدا 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 اللي انا خلصت الريسبشن قبل عيد ميلادي. يعني انا كده خلصت كل الشقه، ناقص لي بكره بقى ان شاء الله الخميس ان شاء الله كده ايه الحاجات الباقيه بقى هعملها معاكم. يعني ناقص لي الحمام والطرقه، يعني ناقص لي حاجات كده بسيطه، بكره ان شاء الله كده هكملها معاكم. بس ايه ادعوا لي كده اصحى كويسه من بعد الدعكه اللي انا ادعكتها دي. ان شاء الله لازم اصحى كويسه، لازم لازم يا رب، علشان خاطر اخلص اللي ورايا. انا عايزه ادخل عيد ميلادي وانا الشقه عندي تمام، عشان انا عايزه بقى ابتدي اظبط في نفسي انا. بصوا هنا بقى بوريكم، انا حطيت كل حاجه وحطيت بصوا انا حطيت البياضات دي لما بيجي لي حد بشيلها تمام كده، بس انا بحطها عشان بتحافظ لي على الانتريه جدا. دي كانت يعني حاجات عند ماما، مش حاجات جديده، بس عايزه اقول لكم بحب احطها قوي قوي لما بيجي لي حد وضيوف ولا حاجه، الصراحه بشيلها. بصوا هنا كده هرجع البيت بتاع دندن عشان هي عايزاه مكانه. ويكون كده الفيديو خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. وبحبكم قوي قوي قوي، وقولوا لي رايكم في الفيديو، ومستنيه التعليقات. بحبكم قوي قوي، مع السلامه.